اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها القروب. بجد وحشني فوق ما تتخيلوا بجد والله. النهارده كان روتين قوي قوي قوي، يعني عملنا فيه حاجات حلوه قوي، عملنا فيه حاجات كتير زي ما انتم شايفين، عملنا فيه قرص للولاد. بصوا يعني حاجه كده جميله جدا اليوم ده كده. بص، اول حاجه حطوا لايك عشان ما تنسوش، وبعد كده اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك. كملوا بقى معايا الفيديو شوفوا هنعمل فيه ايه. النهارده اليوم ده كان مليان هوا بشكل مش طبيعي، هوا ومطره وحاجات كده. فنوجه بقى تسكت؟ لا، نوجه ما تسكتش طبعا، انتوا عارفين المفروض حفظتوني خلاص ان اليوم اللي مليان هوا ومليان مطره ده بيبقى اكتر يوم انا عندي فيه كده باور وعندي نشاط وطاقه ايجابيه. فقلت لا، انا مش هعدي اليوم ده، مع ان الشقه كانت نظيفه، انتوا هتشوفوها، مش يعني هي مش نضيفه قوي، بس في نفس الوقت ما كانتش متبهدله جامد، بس بقى ما اقدرش افوت يوم زي ده يعني، يبقى عيب عليا يعني. المهم رحت مسكت بقى الشقه، بصوا، والبلكونه كمان كانت مليانه تراب. البلكونه زي ما انتوا عارفين هو يوم لا لازم تتعمل، لو ما اتعملتش واتكنست وكده بتلم تراب الدنيا والاخره، وكمان لو حد من الاولاد دخل وهو خارج هيبهدل الدنيا تراب. فمسكت بقى قلت لها لا انت لازم تاخدي شاور، يعني شاور شديد يعني. ففعلا مسكتها زي ما انتم شايفين، نزلت التراب، زعفتها ونزلت التراب ومسحتها بالمساحه دهيت جميله قوي. هفضل اقول جميله قوي 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 لحد ما تتكسر وتروح مني. وبعد كده هجيب واحده تانية مش هسيبها ابدا يعني. وشلت بقى التراب زي ما انتم شايفين من على السور، ورجعت مسكته بميه كلوروكس، ورحت مسحت السور عشان يلمع. لازم تشيلي التراب الاول وبعد كده تلمعي، لو ما عملتيش كده ومسحتي بحته مبلوله هيعمل لك طين. اول ما تلاقي السور مثلا نشف، تلاقي الدنيا اتملت طينه، مش تراب بقى تراب بطينه. فلازم تشيلي التراب الاول. تمام. مسحتها بقى، لمعتها زي ما انتم شايفين، ومسكتها كنستها ومسحتها غسلتها زي ما انتم شايفين كده، مسحتها بالمقشه بتاعتي. المقشه دي تعبت معايا الصراحه، هي الهلال والنجمه بس ممتازه بجد ممتازه. تعبت معايا فوق ما تتخيلوا يعني. زعافه تلاقيها، امسح بيها السور بتاع البلكونه، اشيل التراب اللي عليه تلاقيها، امسح بيها الارض ماشي، تكنسي بيها الارض ماشي. انا مبهدلها معايا الصراحه يعني، ربنا يخليها لي، هي جميله. فالمهم هي طبعا بتاعه السور دي ليها مقشه، ليها حاجه معينه بتتعمل بيها فرشه، بس انا جبتها كانت من النوع اللي مش حلو فباظت. شايفين النظافه؟ يا سلام على النظافه، بتغسلني من جوه والله. الصراحه الواحد لما بيلاقي حاجته نطفت كده ونورت، اي تعب في الدنيا بيهون. شايفين الهوا كان عامل ازاي في اليوم ده؟ انا كده بقى قمه الانتعاش وقمه النشاط بجد يعني. لو كنتم لسه موجودين معايا لحد دلوقتي يا ريت تعملوا لايك. مسكت بقى الحيطان الاول، نزلت التراب اللي عليها، وبعد كده شلت بس انا ما صورتهوش. وبعد كده شلت الملايه بتاعتي اللي كانت محتاجه تتغير، وغيرتها وظبطت الدنيا زي ما انتم شايفين. مسكت الشباك عملته، بس للاسف هو ما جاش. وبعدين احنا عملناه مع بعض كتير قبل كده، فقلت مش مشكله ان هو ما جاش يعني. البطاطين اللي هناك دهيت بطاطين مدفات احنا بنتغطى بيهم. فانا مسكتهم مسحت تحتيهم وظبطتهم يعني، شلت التراب وبعدين مسحت، وبعدين سبتهم في المكان ده. قلت خليهم كده بدل ما ينزلوا ويطلعوا كده، ان ايه يعني يبقى هم مكانهم مظبوطين، مش محتاج ان انا ادور بقى احطهم فين واشيلهم فين. المهم رحت بقى ماسكه، زي ما قلت لكم الشقه اصلا كانت نظيفه، فهي كانت محتاجه بس تلميع. فرحت ماسكه بقى الشرشوبه بتاعتي دهيت. انا كل شويه اجيب الشرشوبه اللي هي قطن اللي هي فيها فتل دي، واقول هي دي ممتازه، انا مش هجيب اللي هي عامله زي الخيشه دي تاني. وبعد كده ازهق منها واقول لا، انا هجيب اللي هي عامله زي الخيشه دي، عشان هي بتنظف كانك بتمسحي بخيشه في الارض، اللي هي بتاعت زمان يعني، لما كنا كده بنمسح الارض بالخيشه، فكانت بتبقى حلوه قوي. كده بقى. وبعد كده اروح راجعه تاني بعد ما استخدم الخيشه دي، اقول لا القطن كانت تبقى خفيفه شويه، فانا هجيبها واروح جايباها وازهق منها. بص هكذا بقى، هكذا المره دي الدور على دي، على ان هي تبقى اللي هي عامله زي الخيشه. شايفين بقى الهواء والشمس لما داخل المكان عامل ازاي، بتدي طاقه حلوه جدا جدا جدا، انك تدخلي الهواء، تخرجي الهواء بتاع بالليل اللي هو بيبقى الدنيا فيه مكان النوم والكسل والخمول والطاقه السلبيه. افتحي شباكك، دخلي الشمس، حتى لو كان يعني هي الشمس بتخش في وقت معين عادي، افتحي الشباك ودخلي الشمس في وقت معين كده، وبعد كده قفلي الدنيا تاني. ما تقفليش وتقولي لا عشان التراب ما يدخلش، لا سيب الشقه متهويه، بتدخل نور ربنا الصراحه، بيدخل طاقه ايجابيه فوق الوصف. الستاره اللي وريتها لكم دي كان قصدي ان اقول لكم ان هي دي الستاره اللي كانت 6 متر ب 100 جنيه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي بتبقى اخر الطوب، حلوه جدا ومش باينه خالص 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 اصلا في التصوير. بعد كده هبينها لكم بشكل افضل.
طبعا انتوا عارفين ان انا غسلت الفرش بتاعي اللي هو احنا كنا عاملينه مع بعض لما عملنا التغييرات، اللي هو لونه رصاصي ده. فلما غسلته هو ملوش بديل، انتوا عارفين يعني الظروف وكده، فهو ملوش بديل. فمسكت ملايتين كانوا عندي، الملايتين دول شبه بعض، رحت حطاهم الصراحه وخلاص، قلت هو هيدوا شكله وخلاص. وشلت بقى الحاجات مسحتها. دي مصليه بابايا، يا ريت يا ريت تترحموا عليه بجد، هبقى مبسوطه جدا لو شفت ان انا بعت له رحمه باي شكل من الاشكال. الله يرحمه، الله يرحمه ويكرمه زي ما اكرمنا في الدنيا، ويستروا زي ما سترنا في الدنيا واحنا بنات. احنا الحمد لله 3 بنات بس متحجبين، واحنا سن 3 سنين و5 سنين بارادتنا الكامله. احنا شفنا ماما لابسه منتقبه وكده، فاحنا حبينا نبقى زيها مش اكتر من كده. عمره ما فرض علينا اي حاجه، كنا في السن ده بنلبسه ونزهق منه نروح قلعينه. عمره ما قال انت بتقلعي الحجاب ليه، ولا انت بتلبسيه ليه، لا ده واجب عليكي، لا ده فرض عليكي، ما فيش الكلام ده. طبعا كان سننا صغير، وهو الله يرحمه يحسن ايه، كان شخص عاقل عارف انك لما تسيب الشخص على حريته هو بيختار الصح طالما انت ربيته صح. فالله يرحمه رحمه واسعه، ويا ريت يا ريت تترحموا عليه لو كنتم لسه موجودين معايا لحد دلوقتي، يعني اكيد هتبسطوني. طبعا انا مسكت بقى الشقه زي ما قلت لكم، شوفوا هي ما فيهاش حاجه اصلا، يعني هي محتاجه بس ايه تلميعه مش اكتر من كده. دي الشاشه بتاعتي مسحتها بمناديل مبلله. انا بحب المناديل المبلله في الشاشات، في الخلاط، عند مثلا المفاتيح بتاعه الكهرباء، الصراحه بتلمعها لو فيها اي حاجه بتطلع بسهوله جدا. اللي انا بمسحها دي مبخره، انا جايباها ب 35 جنيه بس حلوه قوي الصراحه، جميله 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 شكلا ومضمونا. في منها اشكال كتيره قوي قوي، بس الشكل ده هو اللي عجبني يعني الصراحه، جميل وشكله كده حلو ماشي مع البخور وكده يعني الكعبه يعني. ربنا يا رب يوعدنا ويوعدكم بزيارتها، قادر يا كريم قادر يا كريم. انا جبت بقى ايه، جبت بخور فيها اللي هو عامل زي القرطاس كده وبيتولع، هو مش بتحتاجي فحم مش بتحتاجي اي حاجه. انا الصراحه كنت اول مره اشوفه، يعني انا كنت ببقى عارفه اللي هو البخور اللي هو بتبقى مثلا ماسكه القرص بتاع الفحم اللي هو عامل زي البرشامه ده، قرص كده وبتولعي فيه وبعد كده بتحطي البخور عليه. ده كنت اخر حاجه كنت اعرفها. بعد كده بقى الصراحه حصلت تطورات بقى، ما بقتش اجيب البخور وما بقتش اجيب الحاجات دي. ف مؤخرا بقى اكتشفته الصراحه، شفته، فلما شفته فبسالت بكام، قال لي العلبه فيها 15 ب 50 جنيه. فانا مش عارفه هو كده سعره غالي ولا سعره مش غالي. انا قلت الصراحه هسالكم انتوا تقولوا لي اذا كان السعر ده فعلا ده كده غالي ولا هو سعر مناسب، وهو انا كده ما اضحكش عليه. لو كان كده هجيبه، فيا ريت يا ريت لو انتوا بجد موجودين معايا، والله بسال اكيد يعني اللي عنده خبره يفيدني. يقول لي اذا كان هو غالي ولا لا. هو ريحته مسك الصراحه، ريحته عجباني جدا جدا. انا جبت بس منه 2، قلت ان انا هجرب الريحه بدل ما اروح اشتري علبه وفي الاخر تطلع مش ريحته مش كويسه او مش حلوه يعني. فقلت لا هجربه الاول. جبت 2 عجبوني جدا جدا جدا، فقلت بقى اذا كان كده هشتري العلبه، بس لازم اسالكم الاول واشوف اذا كان سعرها فعلا مناسب ولا سعرها غالي. لو حد يعني يعرف برضو ريحه كويسه يقول لي عليها. شايفين بقى الدنيا، يا سلام بعد ما تخلصي الدنيا كده بدري مع بقى الجو اللي كله مطره دهوت. انا شلت على فكره الخداديات اللي هي على الكنبه دي، حسيت اني اصلا شكلها مش حلو عشان هي مش ماشيه خالص مع الحاجات اللي موجوده، يعني لونها مش ماشي مع الفرش اللي اصلا مع الفرش ده، فشلتها اصلا. ايوه انا كده شلتها ورحت مولعه بقى زي ما انتم شايفين النور دهوت بتاع الشاشه اللي ورا الشاشه. قلت عشان يديني شكل كده هدوء وراحه وسكينه، بقى هوا وشمس وراحه ونور كده خافت. انا هطفي النور دلوقتي وهوريه لكم. بص الشقه نطفت ازاي بقت جميله وبتلمع، اللهم لك الحمد والشكر. الستاره اللي ورا خالص واقعه دي مالكوش دعوه بيها، سيبوها في حالها. ان شاء الله ربنا يكرمني واجيب اللي هي المواسير، لان انا كنت عاملاها عارفين السلك اللي بتحط بيتعمل اللي هو عند الغسيل، اللي انت بتحطيه عند الغسيل. شايفين البخور هو ده اللي هو عند الغسيل، عند حبال الغسيل بتعملي بيه حبال الغسيل بس معدن. انا كنت عاملاها بيه بس هي الصراحه وقعت ما قدرتش تستحمل يعني، فهجيب لها ماسوره ان شاء الله. انا اكتشفت ان المواسير بقت غاليه قوي يا جماعه، ما كنتش عارفه والله انها غاليه قوي كده. يعني هي غاليه بالنسبه لي انا ف يعني ما شفت السعر اتصدمت، يعني عشان اجيب مواسير للشقه هيكلفني، يعني الماسوره اصلا اللي قدامكم في الصاله دي لوحدها اقل 100 جنيه، يعني 3 متر ب 100 جنيه كتير جدا يعني. كانت المواسير دي اصلا ملهاش سعر. شايفين بقى المبخره جميله ازاي، وكل ما بتنزلي كل ما البخور بقى عشان هو من تحت رفيع ومن فوق على تخين، كل ما تنزلي للتخين ده تبص تلاقي الدنيا ايه اتملت اكتر بخور اكتر واكتر.
طفيت بقى النور، ولعت البخور، ولعت القرآن على الكمبيوتر، ورحت ايه مولعه النور اللي انتوا شايفينه ده. فحسيت قد ايه بهدوء، وانا كمان طافيه النور ومفيش الا نور ربنا بس، كله طاقه ايجابيه فوق ما تتخيلوا. حاولوا تعيشوا نفسكم يوم زي ده، يعني مش يوم زي ده، انا بتكلم ان انت روقتي شقتك وكل حاجه، استمتعي بيها بقى. يعني انا خدت الشاور بتاعي وبعدين قعدت، معلش ناس بتبيع، معلش حقكم عليا انا، بس هي حاجه غصب عني. زي ما قلت لكم، حاولوا تطفوا النور وتفتحوا كده نور ربنا، وتقعدي كده بعد ما تاخدي الشاور بتاعك، استمتعي بالتعب اللي انت تعبتيه. ساعتين 3 كده هتلاقي نفسك مليانه باور علشان تعملي اي حاجه عيالك نفسهم فيها. وده اللي حصل، خدت ساعتين كده وفي نور ربنا وفي هدوء مع كوبايه نسكافيه، يا سلام اخر حلاوه. ورحت قايمه حسيت ان انا كلي باور، قلت لازم اعمل الاولاد قرص بالسمسم اللي هم بيحبوها، انا عملتها معاكم في القناه قبل كده، واللي عايزها هيلاقيها نفس الشكل ده بالظبط، هتلاقيه في قلب القناه عندي، قرص بالسمسم. تحفه يا جماعه، تحفه بجد، حلوه قوي قوي قوي، ومعموله في البيت وصحيه. الاولاد حبوها جدا جدا وكرروها وطلبوها مني تاني. زي ما انتم شايفين كده في الوقت ده انا رشيت عليها ميه، ورحت حاطه عليها الفوطه زي ما انتم شايفين منظرها جميل ازاي. مالكوش دعوه باللي محروقه شويه دي، حاولوا تسووها اقل شويه، لان انا البوتاجاز عندي زي دي كده، البوتاجاز عندي بيحرق. فهمتوا؟ بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وان شاء الله تعملوها وتاكلوها وتتهنوا بيها باذن الله.